شوف، ان الله جميل يحب الجمال، الامر مو مقتصر على الشكل، لان كل خلق الله حسن. ولا كان ما طلعوا بعض المشايخ وقالوا ما تجوز عمليات تجميل ولا يجوز انك تلعب بخلقتك، حرام. فان الله جميل يحب الجمال مو بس على الشكل، جمال الدين، جمال المعامله، جمال الخلق، جمال الاخلاق، جمال كل شيء. وانتم البعض منكم لا خلق ولا اخلاق. يعني لما يطلعون بعض الساقطات وتصور لها واحد حلو او تحط صوره واحد حلو وتقول لك والله سوري الله جميل يحب الجمال. الله يحب الجمال ما قالت سري عاهره. الله جميل يحب الجمال ما قالت روح خيل على الريايل. يا واطين انتم وين متربين؟ بفهم انا وين من قاص عليكم قال لكم كذي الموضوع؟ بس عشان افهم، من اللي قال لكم ان الله جميل يحب الجمال روحوا تحرشوا بريايل الحلوين ولا خيلوا على ريايل الحلوين يا نعل؟ خلاص انا مليون مره قلت انتم بس صوروا لا تتكلمون، ترمعون مثل غنم. قلت الله عليكم يا اخي. يعني احنا مليون مره قلنا لكم انتم يتابعونكم يعني شريحه كبيره من الناس، اينونا كلهم مراهقين وشباب صغار، بس هذا الخطر. هذول اللي يشوفون ويتعلمون ويحسبون كل شيء عادي. ما يصير يا اخي. عندكم كلمه طيبه قولوها، ما عندك اسكت. انطم اسكت. شنو اسكت؟ تنطم انطم. انما تهرمعون مثل غنم يا اخي. لو يهال قلنا ما عليكم شر، كبار كل واحد قبل الحمار. يطلع لي واحد يقول لي والله حواء وسوست حق ادم. زين انت ناس وايد يتابعونك، ما انت مسلم حمار ما تقرا قران. الله سبحانه وتعالى خلق ادم وحواء بالجنه، ما يدرون عن الدنيا هم، ولا خيرهم بين الدنيا والجنه. ما قال لهم شوفوا الدنيا، ها تبون الجنه ولا الدنيا؟ عشان وسوست له الشيطان اللي وسوس لهم. بس انت وشنو؟ بهايم. معلش يا جماعه انا يعني اسلوب المثاليه بالانتقاد ما يعجبني، لان ما راح تعور الشخص الزبال اللي خربط بالكلام او الحمار اللي سوى شيء الغلط هذا او اللي اثار الجدل. لما تنتقد انتقاد بناء باسلوب مثالي ما يوكل الخبز. اذا ما تقطع النعال على راسه عشان يصير ادمي ما ينفع. فمعلش البعض اللي ينزعج من اسلوبي لا تتابعني. كلامك ما كلامك ما ينفع مع اهل الاشكال، ما ينفع الا تربيت نعله كذي عشان يصير ادمي. خلاص مو عاجبك اسلوبي لا تتابعني. شقيتونا ترى